هنتكلم النهارده على ايه يعني صفقة خروج حمدي فتحي، ويعني البديل مفاجأة، وموضوع المشجع اللي طلع اهلاوي سبحان الله فجأة كده طلع اهلاوي. والخبر الثالث هو هل يعني مش خبر يعني هقوله ايه، هل احتفال الاهلاويه بيحفلوا بس على الزمالك في الاحتفال؟ هنتكلم عن ده، ولكن طبعا قبل ما نبتدي بس لايك واشتراك في القناة ولا بينا نبدأ. وطبعا مبروك للاهلي على ال 11 في 11 افريقيا 11. بص انا كل فيديو هقول لك مبروك الاهلي 11 لحد ما نوصل ل 12 ان شاء الله. يلا بينا نبدا. اول حاجه هنبدا بموضوع ايه، موضوع مشجع الزمالك. بص يا كابتن، مشجع الزمالك بقى ده واحد جه والاهلي جاي من داخل المطار قاعد يقول لك بقى هي وداد وهتخسروا 4 والمترجي ومش عارف ايه. والزملكاويه بقى، الزملكاويه قعدوا يدعموه يقول لك ده المشجع الزملكاوي، ده المشجع الزملكاوي اللي لازم يكره الاهلي، لازم بصوا لازم كده تكره الاهلي وده حاجه فطريه. ومشجع الزمالك ده بيتكلم كلام زي الفل زي الفل. اه والله الاهلي كسب الماتش، راح لقينا اسمه ايه ده المشجع ده في المطار، لعيبه الاهلي عملت له زفه كده جميله قوي، وهو بقى قاعد يتريق ومش عارف ايه. كابتن سيد حفيظ طبعا قال له ايه المترجي، قال عمال يقول اسمه ايه الراجل ده، قال المترجي ماشي. فايه بقى الزملكاويه قعد يقول لك ايه، مش كانوا بيقول لك من شويه ده الزملكاوي والراجل الزملكاوي اللي بيعبى عننا كلنا، طلع قال لك ايه بقى المشجع ده اهلاوي. يا ابني مش ده زملكاوي يا ابني زيك؟ امال يعني انت عشان اتقلب عليك الطاوله بقيت تقول بقى ده مشجع اهلاوي؟ لا ده مشجع اهلاوي وعضو في الجمعيه العموميه للاهلي، وسيد حفيظ هو المأهل في القصه دي. اه والله واقول لك حاجه كمان بقى، المشجع ده النادي الاهلي ساكن في قلبه. ايه يا عم، ايه يا عم، مش كان زملكاوي وكان راجل محترم؟ ولو كان الاهلي خسر كنت هتقعد تقول المشجع الزملكاوي مشجع الزملكاوي ينزل وتقعد تقول اه ده مشجع الزملكاوي ولا ايه بقى؟ ولا ايه يا كابتن؟ يا عم حتى لو بقى كابتن هند ماشي، بس ده يعني مالناش دعوه بالاهلي، والاهلي اللي هيجيب واحد اساسا يعمل كده. مش معنى دلوقتي ليه ما عملهاش في العشره، ليه ما عملهاش في التاسعه، ليه يعني ما عملهاش في دي اشمعنى؟ ليه ما عملهاش مثلا في ماتش سان داونز، ليه ما عملش الكلام ده؟ فانا يا جماعه بس خف بس يعني كلام اهبل شويه. ده مشجع يا عم ايا كان، ولكن ده مش مشجع اهلاوي ماشي. وحتى لو كان اهلاوي وجاي بيستهبل وعايز يركب ترند، خلاص يا عم احنا مالنا، احنا مالنا، ما تقولش بقى كده. وقول قول نفس الكلام اللي انت كنت هتقوله لو الاهلي خسر، قول نفس الكلام ان المشجع ده هتطلع تقول المشجع ده زملكاوي والمشجع ده جميل وزملكاوي زي الفل، صح ولا لا؟ اطلع قول نفس الكلام، ولكن مش اول ما تخسر قول ده مشجع اهلاوي، صح ولا لا؟ فيا جدعان بس نخف هبل بس شويه، عشان الزملكاويه لا يعني خلاص مش عايز بس يقطع حاجه عن التحفيل اللي هو بتحفله ده، مش عايز يقطع الكلام ده وخلاص ماشي. يقول لك دول العيال دماغهم تعبانه والنبي، والمشجع بتاعكم كان ايه؟ والمشجع بتاعك اللي قاعد يعمل الهبل ده كان ايه؟ مساء الخير حبيبنا غالي حمودي، مساء النور، اهلا وسهلا استاذ فكري. ولكن بقول لك يعني اللي هم بيعملوه ده ماشي، حضرتك نفس الكلام ده انت لما كنت هتقوله هبل يعني والكلام ده، صح ولا لا؟ وهل المشجع اللي هو الحاجه اللي عملها المشجع دي كانت يعني حاجه بتدخل المخ يعني، ولا بتيجي عندنا بس وتبقى هبل؟ فيعني خلينا نركن الكلام ده شويه يا جدعان عشان الزملكاويه تعبانين شويه. ننتقل للحاجه الثانيه وهو نقول على موضوع حمدي فتحي. حمدي فتحي طبعا بعد ما الاهلي كسب افريقيا كان في خبر قبل كده ان هو آه آه انسي الموال انسى الموال التافه ده. لا عادي ولا مفيش حاجه، بس يعني انا بطلع اقول بس عشان الزملكاويه يعني، بس يعني عشان بس الاهلاويه يطلعوا. انا عارف ان هو اهبل وتافه وهم عارفين اساسا كده كده ان الموضوع ده مش صح، ولكن بس بقول كده بس عشان اقول له رايي فيه. حاجه اقول لك بقى، حمدي فتحي طبعا قبل البطوله، قبل بطوله افريقيا، قبل النهائي قعد يقول لك ان حمدي فتحي خلاص هيمشي وهيروح من النادي الاهلي، يعني هيروح من النادي الاهلي يروح قطر، راني قطر ب 3 مليون دولار او 5 مليون دولار. طبعا الخبر ده كان انتشر بس كان اعاره، كان الموضوع ان هو كان اعاره ماشي. الاهلي بقى طبعا كذب الخبر ده وكتم على كل حاجه، وانا ما طلعتش اتكلمت في الموضوع ده، ولكن يعني دلوقتي نطلع نتكلم فيه. الخبر دلوقتي بنسبه كبيره خلاص حمدي فتحي راح قطر، خلاص بيقفل الموضوع. وفي اسمه صحفي محمد الجزار ده قاعد في قطر قال ان الموضوع خلاص تم بشكل كبير، وهيروح الريال القطري تقريبا ب 3 او 5 مليون دولار. فهل بقى يا جدعان الاهلي بقى خلاص مشى اللعيب ده، مشى حمدي فتحي واستفاد منه استفاده كبيره؟ اصل انت لو حمدي فتحي قعد موسم كمان مش هيعمل لك نفس الاداء. ليه؟ اللعيب هيكون مثلا ايه فقد الامل شويه، وكمان حمدي فتحي كام سنه؟ 25 ولا 26 سنه ماشي. فانت مش هيجي لك العرض ده تاني من السعوديه او قطر، مش هيجي لك العرض ده تاني، راح يفكروا في لعيب تاني. مشيه دلوقتي ب 3 مليون او 5 مليون دولار، والرقم مش هيجي لك من حته ثانيه، مش هيجي لك الرقم ده من مكان تاني. فالحمد لله يعني حاجه حلوه ان انت مشيته. البديل مين بقى؟ لحد دلوقتي كله بيقول محمد رضا بوبو، محمد رضا بوبو البديل. محمد رضا بوبو طبعا يعني صفقه هتبقى كويسه جدا، والاهلي عمال يدور، وبنسبه كبيره طالما انت مشيت اللعيب ده كده هو ماشي. طالما انت بنسبه كبيره طالما انت مشيت
حمدي فتحي ووافقته انه يمشي، اعتقد انك جبت محمد رضا بوبو تقريبا، او مثلا ممكن تكون جبت كريم نيدفيد رجعته من الاعاره. فدي حاجتين اعتقد الاهلي بنسبه كبيره جاب حد من الاثنين دول، محمد رضا بوبو او كريم نيدفيد، الاثنين دول حد منهم جه الاهلي، وبنسبه كبيره هيبقى موجود الموسم الجاي. ايه رايي في الصفقه لو جت حمدي فتحي محمد رضا بوبو او اسمه ايه ده كريم نيدفيد؟ صفقه مميزه جدا جدا. ليه؟ محمد ضبوب كويس جدا، لاعب كويس مهاري وشويط، ويعني بيعرف يستخلص الكوره بشكل كويس، فاعتقد محمد ضبوب كويس جدا جدا جدا، لاعب كويس جدا صح. كريم نيدفيد طبعا يعني ما فيش حد يختلف على كريم نيدفيد يا جدعان. كريم نيدفيد قبل الاصابه بتاعته الرباط الصليبي كان عالمي جدا جدا صح، ولما رجع من الرباط الصليبي دلوقتي مع فيوتشر يعني مش فاهم قلب جامد، قال لك انا جامد. وفي يا جماعه برضه في فيوتشر غنام محمد، اللاعب اللي انضم من المنتخب الاول، منتخب مصر الاول، اللي هيلعب بكره خلي بالك. اه والله هيلعب بكره، انت متفاجئ، هيلعب بكره اه والله. تخيل العب مع منتخب غينيا في المغرب، يعني سبحان الله. كان ملعب مركب الخامس، ملعب محمد عبد المنعم، مركب محمد الخامس ايه يا ابني، ملعب محمد عبد المنعم ده ملعبه خلاص، انتهت كده خلاص. فبقول لك يعني ان اسمه ايه ده غنام محمد ومحمد رضا بوبو وكان ندفيد دول لعيبه كويسه جدا، ولكن محمد رضا بوبو الاقرب دلوقتي. ننتقل بقى الموضوع جماهير، بيقول لك جماهير الزمالك طبعا تاني، انا بس طالع رد ماشي. طيب يقول لك جماهير الاهلي ما بتحتفلش بالبطوله بتاعت فريقها، بتحتفل بان هم يحفلوا على الزملكاويه. طب معلش بس انا بحتفل ان انا احفل على الزمالك؟ طب ماشي. انت دلوقتي لما انت كسبت الدوري سنتين، انت كده زملكاوي كنت بتحتفل بالدوري زي ما كنت بتحفل عليا؟ يا ابني انت كنت بتحفل ايه تالت دوري ومش يا تالت، وكنت بتعمل تالت اكتر ما انت بتتكلم عنك. يعني انت اكتر ما كنت ده انا يعني اكتر ما كنت بشوفك انت بتحتفل بالفريق بتاعك كنت بتقول عليه تالت دوري بس كده. والقناه بتاعتك بقى اللي انت بتقول ايه ان احنا بنتكلم على الزملكاويه اكتر، القناه بتاعتك ما وراهاش غير ان هو يتكلم على الاهلي ويقعد يشتم في الخطيب، ده كان بس هو ده المحتوى. وجاي تقول لي ان انا بتكلم عنك؟ يا ابني اقعد على جنب وتقول لي ده ما بيمثلناش كزملكاويه، ماليش دعوه، ده الواجهه بتاعتك، ده الواجهه اللي ظاهره بتاعتك انك انت بتتكلم على الاهلي بس. احنا في القناه بتاعتنا ما بنتكلمش على الاهلي كتير اصلا، على الزمالك اصلا ما بنتكلمش عنه عشان القناه ما فيش حد بيشوفها. ده اول حاجه. تاني حاجه احنا بنحتفل بالفريق بتاعنا احنا لوحدنا، بنحتفل بيها كده لوحدنا وعمال نحتفل. انت دخلت نفسك في الحوار بقى وعمال تحشر في نفسك ماشي، وتقول الجماهير هبله ومش عارف إيه. اصل انا هسكت لك يعني؟ معلش انت جاي تقول ده الجماهير هبله ومش عارف ايه، الجماهير يعني مش هتسكت لك يعني، فهتقعد تحفل عليك. وانت يا حبيبي دلوقتي المفروض انت تكون قاعد ساكن كده لوحدك، ساكت كده لوحدك مالكش دعوه، قاعد كده وتكون ايه يعني هادي كده لوحدك وما بتتكلمش، مش ظاهر اصلا. ليه؟ عشان انت لو وصلت بقالك 3 سنين بتخرج من دول المجموعات، 3 سنين بتخرج دول المجموعات وجاي تتكلم؟ يا ابني بطل هبد بقى. 3 سنين بتخرج من دول المجموعات وعايز تتكلم ازاي؟ طيب لما حبيبي تعدي دول المجموعات يعني تعالى اتكلم، معلش يعني لما تعدي دول المجموعات بقى تعالى اتكلم وهكلمك. لما تكون في الدوري تقول لي يا تالت، ده يا ابني انت رابع دلوقتي، رابع، انت رابع دلوقتي، انا ممكن اقول لك رابع وكنت قبل كده توصل سادس وعاشر، وهي تقول لي يا تالت. يا عم اقعد، يا عم اقعد، ده انت دماغك تعبانه اه والله. فيعني جماهير الزمالك بس عايز اقول لك حاجه حضرتك، الاهلي جماهير الاهلي بتحتفل زي ما هي عايزه وبتحتفل بفريقها لوحدها. انتوا بقى لما بتحشوا نفسكم جماهير الاهلي بتطلع تحفل، وبرضه انتوا بتعملوا نفس الكلام. اصل انت ما فيش فرقه في العالم بتحتفل من غير تحفيل اكيد. ليه؟ عشان انت مش هتبقى مبسوط قوي كده، لازم يبقى في تحفيل لازم. اصل معلش يعني هو انا بكسب بطولات ليه ونفسك ليه؟ عشان اكسب، عشان انافسك واوصل انا اكسب بطولات والجماهير برضه تحتفل وتحفل على الفريق التاني، وده بيحصل وانتوا بتعملوا كده، وده بتحصل كتير جدا. قول لي كم مره شفت كلمه تالت دوري على الفيس كده؟ كم مره شفتها؟ كم مره شفتها على مواقع التواصل كده تالت دوري؟ يا ابني انا انتوا ما تحتفلوش انكم كسبانين الدوري السنه اللي فاتت خالص، ما شفتهاش. ما بتحتفلوش انكم كسبانين الدوري سنتين ورا بعض، صح ولا لا؟ فزمالك وجماهير الزمالك فكروا شويه في الكلام قبل ما تقولوه، وفكروا شويه في الحاجات اللي انتوا هتقولوها، يعني عشان الساحه شكلكم بقى وحش قوي. وركزوا في فريقكم دلوقتي ماشي، وما لكوش دعوه بالاهلي بيعمل ايه، والاهلي جماهير الاهلي بتحفل ردوا في الملعب ويعني حمسوا الفريق بتاعكم وشجعوه، وده هيحصل بشكل كبير جدا، هتبقوا في مكان تاني جدا 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 والله. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده اللي كلامنا على الاخبار اللي وجدت معانا النهارده. لا عارف فيديو ما تنساش في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.